عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في القناة. لو دي أول مرة لكم في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. متنسوش تعلقوا على الفيديو بأي تعليق وأنا هجاوب عليه إن شاء الله. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع تكميم المعدة. تكميم لو أنت بتسأل نفسك تكميم معدة ولا أعمل رياضة وجيم، أنا هجاوب عليك وأقول لك ما تفرقش. تكميم المعدة تثبيت تحويل مسار شفط دهون أو كل الحاجات دي وسائل مساعدة. المفروض إن هي تساعدك إن أنت تعمل رياضة ورجيم. لو أنت مثلا بتعمل رجيم ومش عارف، أنت مثلا شهيتك جامد كبيرة ومش قادر تتحكم فيها، تكميم المعدة بتساعدك إن أنت تعمل رجيم مع الرياضة، بتخس الوزن اللي أنت كنت مخزنه في جسمك. لو حاولت إن أنت تعمل تكميم معدة أو تحويل مسار من غير رياضة ورجيم هتفشل. في ناس كتير عملت الحكاية ديت وفشلت. يعني في مثلا زي ممثل إدوارد، مش عارف انتوا تعرفوه ولا لأ. ده عمل مش عارف تحويل مسار ورجع تخن تاني بعد لما لقى إن هو لما خس ما بقاش يجيله الشغل، لأن هو كان تخين، وكان ده سبب إن هو الناس بتشغله. فلما لقى الحكاية ديت فرجع تخن تاني عن طريق إن هو كل حلويات كتير، وده خلاه يرد تاني. وده السبب، ده أحد أسباب الناس كتير مع عمل تكميم معدة أو تحويل مسار رجعت تخن تاني. وأنا أصلا نفسي حاولت أعمل الموضوع دوت. رحت لدكتور في مصر الجديدة في الكوربة، وسألت عن المصاريف كام وهتعمل ايه وكذا وكذا. ورحت مستشفى فين يا ربي، مش مهم. رحت مستشفى وقابلت هناك واحدة عملت تكميم معدة، لا تحويل مسار يا ربي، ورجعت تخن تاني عشان برضو الحلويات. كانت بتحب الحلويات وكانت بتاكل منها كتير ورجعت تخن. فتحويل المسار أو تكميم المعدة دي وسيلة مساعدة تساعدك أنت تخس وتلتزم بالرجيم. مش حاجة تعملها لوحدها، مش تعتمد عليها بس من غير رياضة ورجيم مش هتخس وهترجع تتخن تاني. وده كان فيديو النهاردة. يا ريت تكونوا استفدتوا حاجة واستمتعتوا بالفيديو. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، ومتنسوش تعلقوا على الفيديو بأي سؤال انتوا عاوزينه وأنا هجاوب عليه إن شاء الله. شكرا ليكم ومع السلامة.